اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة الناس الكل، إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. بديت لكم الفيديو اليوم من فطور الصباح ومعاه كعبات التوست هذوما. عندي لكم فيديو المرة الجاية إن شاء الله بعد الفيديو هذا بالطبيعة، فيديو ما شاء الله متاع وصفة التوست بالتفاصيل كيف ما عملته. ان شاء الله نكمل نخدمه لكم الفيديو ونهبطوا تشوفوه كيفاش جانا ناجح ومحلاه. وهذه لهنا الفيديو السيكونس هذه تاع النهار اللي عملت فيه السلامي، وكنت صورت معكم وقلت لكم وقتها راني نهار هذاك عملت فيه مرقه والحق ما هنتش عليا رموسه باش تمشي تقرا وتقعد برشا معناتها في المدرسه وكل شيء، بريسك عشيه كامله تعداها في المدرسه تكمل مؤخر في العشيه. وليت حطيت لها الساعه فتره نص نهار خاطرها باش ترجع نص نهار. حطيت لها فتره، هي راهي ريماس المرقه ما تنجمش تاكلها خاطر ما تنجمش تاكل حاجه تعداها بالخبز، هذيك علاش هي يعني هكا حاجه تبدا تاع اللي نعدوها بالخبز وكل ما تحبش تاكلها ما تحبش هكا ولا كيفاش ما تحبش تنقع، فهمتوا؟ تحب ديما حاجه بالمغرفه. وليت نحيت لها من المرقه كعبتين بطاطا ورفستهم لها مع شوي فرماج وزيت زيتونه، وهذاك هو فطورها مع هكا كعبتين مرقيز. هي تحب المرقيز تعشقه اصلا، باباها جابولها على جلها هي. وليت عملت لها كعبتين مرقيز مع البطاطا هذيك المرفوسه، كلتها فترة بيهم هذيك خاطر فطورها تاع نص نهار. وعملت لها ساندويتش حطيت لها فيه شويه هريسه شويه سلامي ومرقيز، هي اختيارها هي الكسكروت. وحطيت لها معاه كعبة عنب ودبوزة الماء بالطبيعة باش هذه تكون لمجتها اللي قبل ما تمشي لليتود تاكل معناتها حاجة قبل ما تمشي لليتود. ديما نعمل لها هكاك انا تفطر وتهز حاجه هكا تاكلها خاطر كوميم تفطر بكري، راهي لهنا ل11:30 معناتها البنات المره اللي فاتت ماني كي غسلت الكوزينه وكل شيء قلت لكم راهي مازالت لي البارتي هذيك، وبالحق القطر هذيك وقتها ما غسلتوش وبقيت كل يوم نأجل اليوم غدوه اليوم غدوه اليوم غدوه. وليت فرغت منه الماعون الكل باش نغسله خاطر بالحق تغبر راه ما يبانش هو اما مغبر فيه معناتها الغبره وكل شيء باش نهبطه نغسله والماعون اللي فيه كله نعمل له هكا تشليله مش برشا هو بطبيعته خاطر هذه الماعون اللي نستعملوه يوميا حاطه فيه لصحنا والحاجات اللي نستعملوها يوميا هذوما تاع الشرب وهذوما زاد للشرب واللصحنا هذوما كلنا نستعمل فيهم يوميا. المغارف والهذوكم كلنا نستعمل فيهم يوميا، هذوما البنات يستعملوا فيهم باستمرار. فقلت خليني نغسلو وشاهية نحيه من البلاصة هذيك، اما ما عنديش خيار اخر، ما عنديش وين نحطه وذيك هي بلاصتو. نولي نغسلو ونحطو يشيح البرا اليوم هكا ثم هواء وكل شيء، نحطو يشيح ومن بعد نرجع له معون ونرجعو لبلاصتو وكهو. اما كان جيت عندي خيار اخر اني نحيه من البلاصه هذيك حب نحيه ونحط قطار عادي هكا صغير على الاقل يهز لي معناتها الماعون. كيف ما تشوفوا فيا انا ديما كي نغسل الماعون نحطه يستقطر اللهنه ومن بعد نفرز ونحط كل حاجه في بلاصتها. شاهيه نحيه من هنا اما ما عنديش ليه حتى حل. بالي هكا شاهيه اني ناخذ ذاك القطار اللي يبدا هكا يجي يلصق في البلاصه هذيك ويجي هكا، اما الحق ما لقيتش باج ثقه ولا بلاصه هكا نشري منها على عيني ونبدا نعرف يبدا معناتها افيكاس وكل شيء هكا. هو فريجيديري كيف ما تشوفوا مزينته بالجداول الاوقات تاع البنات، كل وحده عامله منها نسخه وحطته لهنا بحذايا باش نعرفهم وقتاش يكملوا وقتاش يجوا. الفطور عملت كسكسي اليوم، عملت كسكسي عادي بالدجاج، مازلت ما حطيتش فيه الخضره. بطبيعتي عندي القرع باش نعمل فيه قرع والحمص حطيته يطيب غادي.
خاطر انا الحمص ما نحبش نطيب، ونحب الحمص يبدا طايب بالقدا، نحطه يطيب وحده في الكوكوت. والدجاج بدا يطيب، نحط باش نحط قرع وبطاطا كهو، ذاك اللي عندي المهم الخضره وكهو. هذايا الفطور. نوريكم حاجه البارح وانا نبربش، ماني قلت لكم راني البارح عملت تجريده به للجراج وكل، وانا نجبد في الارشيف وش لقيت دفتر مذكرات نتاع وقت القرايه. حسيلو شكون كيفي هكا والله ما نعرفش كيفاش حتى هكا خبيته بقى مخبي عندي وكل شيء. نحصلوا شوي هكا البارح تأثرت كي لقيته، قريت واش كاتبين فيه صحابي قبل وكل. محلاها الواحد هكا يبدا عنده هكا عباد يحبوه بالطريقة هذية وكل شيء. محلاها الصغر ومحلاها الايامات هذيك كيفاش تعدت وكل. حصيل جبته ولقيته خبيته مخبي. حاصيل بناتي شيخوا علي حتى من الاساتذه وقتها، حتى من الاساتذه كتبولي وعجبهم عجبتهم عندها الفازه وكل شيء كي كتبولي وكل. حصيل حبيت هكا نوري لكم حاجه من الحاجات ذكريات الزمن الجميل. خبيته وباش نستحفظ عليهم، نوصي عليه البنات نقول لهم هذا يبقى في عينيكم. ولقيت زاده حاجه اخرى، كاسيت العرس. شكون مازال عنده الكاسيت هذوما تاع بكري كنا نحطوها نتفرجوا في العرس، الكاسيت تاع العرس. قلت الراجل بالله شوف كيفاش تمشي تعملها في سي دي ولا فلاش، خلي معناتها نفرجوها للبنات يقعدوا يتفرجوا على العرس كيفاش كان وكل شيء. حصيلوا محلاها ذكريات والله. المهم ولا هنا باش نوريكم حاجه اخرى، تصويره محلاها زاده كانت في الارشيف مخبيه عندي انا برشا تصاور مستحفظ عليهم. اما هذه حاجه هكا عجبتني على الاخر. شوفوا هذه انا وروان صغيره وراجلي، شوفوني كيفاش كنت، شفتوا كيفاش كنت وانا صغيره. محليه الصغر بصراحه، عجبت بها على الاخر. قلت والله من وراها للبنات. وقتها روان صغيره ظهر لي عمرها 3 سنين ولا 4 حاجه هكا. شفتوا كيفاش في الشتاء وقتها ظهر لي عملنا لها عيد ميلاد وتعدينا هزيناها للمصور، وعندنا زاده حتى تصاور اعياد الميلادها وكل شيء. حصيلو هكا رجعت شويه للماضي. اليوم عندي هكا وحده نتاع الماضي قاعده نرجع بالزمن. كهو حبيت نشارككم اللحظات اللي عشتها. تعرفوا البنات بعد ما وريتكم هكا دفتر المذكرات وتصويره هكا كيفاش كانت روان صغيره وكل شيء، منعرفش جتني مشاعر فياضه ولا كيفاش يسموا فيها. المهم حسيت روحي هكا ما نجمتش كنت باش نكمل نحكي لكم على دفتر ذاك تاع المذكرات وكل شيء، ومن بعد ما نعرفش. المهم جتني هكا شوي مشاعر فياضه وكل شيء. هذايا النهار اللي بعد نهار ذاك اللي عملت فيه المرقه، ذايا نهار الاخر عملت فيه كسكسي. وبالطبيعه بما انه ريماس تقرا لازمني نفطرها هي قبلنا، حطيت لها هي تفطر وحطيت لنا نحنا على جنب. غطيته وخليته الحق بقى شاد روحه بقى سخون، وكهو حطيت لنا نحنا لهنا كيف ما تشوفوا. وحطيت هذاك الراجل خاطر ما يحضرش معنا في الفطور، يبدا يخدم معناتها نهار كامل ويجي كان في العشيه. هذاك علاش. وريمس هنا باش تطلب صاحبتها تستناها يمشوا مع بعض. عسلامة يا البنات. البارح كلكم عجبتكم الروبه، يعطيكم الصحه على ارائكم وكل. قلتوا لي البسي معاها خمار يبدا كولور انو. راني ما لقيتش حتى خمار هكا يجي معاها، لقيت هذا فيه لمحله هي فيها منه في هاوينو. هذا هاو كان تشوفوا فيه هذا يقرب لهذا. المهم حاولت اني نسق معها الخمار هذا وكهو، قلت خلينا نلبسها
معناتها خاطر هي تعرفوا قماشها مش هو اللي خشن يسخن ولا حاجه، تاع هكا دومي سيزون تاع لقيت هذا جاي هكا على الكوطون ولا كيفاش جاي على الكوطون. نعرفش كيفاش يسموه هو، بيزو كوطون ولا حاجه كيف هكا. تحسوه تاع لقيت هذا. المهم دومي سيزون حصيلو كيف ما شفتوني صباح هاك الخوضه هذيك، تو راني قاعده نكمل بعد نص نهار بعد ما كملت الفطور وفطروا البنات وكل شيء ومشوا يقروا. خرجت هذا غسلته، القطار الكبير هذا خرجته غسلته كما تشوفوا فيها وين نظيف، حتى القجر تاعو نحيته وغسلته هو بكله. يا الماعون ضيف وكل شيء. تو باش نرجع فيه الماعون، بالطبيعه الماعون اللي كان فيه كله باش نرجعه خاطر ما عنديش وين نحطه اول حاجه. ثاني حاجه لا اله الا الله بكله نستعمله استعمال يومي، فهمتوا اللي فيه كل هذا نستعمله استعمال يومي تاع كل يوم نحط فيه ونستعمل فيه وكل شيء. ما نعرفش كيفاش باش ننظمهم وكل. هاني قاعده نخطط ونكمبس وكل. غسلت معون الفطور، مازلت ما كملتش شللت هذم باش نكمل نشللهم ونرجع الماعون هذاك الكل شللته الصباح قبل ما نبدا، قبل ما نعمل معناتها نبدا في الحوسه وكل شيء. شللت داك الماعون هذاك وحطيته على جنب. كيف ما شفتوا ريتو كي نبدا مريضه لازم تهبط عليه القضيه بانواع. ما فهمتش وش بيني والله، من نجمش خاطرني كان نمشي نشد الفرش نعرف روحي نشد الفرش نرقد وتزيد تقوى علي البروده، نولي نشغل روحي بحاجات هكا نقول خليني نقضي قضيه خير من نمشي نرقد نبخل وتزيد يكثر علي تقوى علي البروده. هكا كملوا معايا بقيه الفيديو ان شاء الله يعجبكم. حصلوا البنات كيف قلت لكم الحق تاع ربي هكا نفحت صدقوني. نبدا هكا ندور في الكوزينه ونخلق القضيه منين تكون هكا نبدا. الحق هو لازم بصراحه البارتي هذيك انا من المره اللي فاتت كي ما غسلتهاش غسلت الحيط. اما القطار وقتها قلت خلي تو غدوه بقيت فيها تو غدوه جت القرايه وتلهينا في القرايه وتلهينا في الادوات وواحد وبقيت نأجل ما غسلتوش. كل ما نبدا هكا نخزر له نبدا نقول يا ربي وقتاش نغسله وليت هكا شديته وقلت هكا ما عادش فيها لازمني نغسله. صدقوني قضيتي النهار هذاك قضيتها على مراحل. ديجاها هيا ريميس مشت قرت وروحت الثلاثة معناتها هذه انا مازلت قاعده نغسل قاعده نرجع لهنا في الماعون ثلاثة بعد ما روحت ريميس. لا اله الا الله. تو تشوفوا فيا كل الصحافي يذوكم كلها حطيتهم في القجر. اما تو لا باش يظهر لي راي اخر على اساس قلت كالكيسين. عندي الكيسين هذوما نستعملوا فيهم يوميا معناتها ديما نجبدهم نحطهم للعصير ولا نعملوا فيهم تحليات ولا نعملوا فيهم حاجات نستعملوا فيهم بريسك هكا يوميا. وليت قلت خليني نجبدهم ونحطهم ثم بحذانا باش ما نبقوش نجبدوا فيهم من البلاكار خاطر انا حطيتهم في وسط القطار في وسط الكربي هذاك وحطيتهم في البلاكار ما نجبدوهم الا ما نهبطوا قداش من حاجه وعالين الفوق. وليت قلت هاي خلينا نجبدهم ونحطهم هنا ومن بعد بدلت رايي. ظهر لي راي اخر قلت الصحافي بصراحه نرجعهم لبلاصتهم خير. هي نورمالمون البلاصه هذيك كانهم عاملينها للخبز بورت بان ولا كيفاش. اما انا كنت قبل حطتها بورت بان الفتافت تاع الخبز هذيك كلها تهبط لي على الماعون اللي من اللوطه هذيك علاش انا وليت خليته بكله للماعون ما نحيت منه فهمتوا البارتي هذيك الفوقانيه خليتها حتى هي للماعون.
هكا وليت هاكم تشوفوا نظمت فيه، رجعت الصحافي هذيك. الصحافي زادة هما بريسك نستعملوا معظمهم نستعملهم في رمضان، اما حتى في سير الايام نستعملهم، راني نلقيهم ساهلين. مثلا هذوكم اللي بول هذوكم الكبار البنات ديما كي يعملوا يحبوا يعملوا الاندومي يعملوا فيهم هما. والصحافي بطبيعتي حتى في سير الايام نعمل شوربه، مره نعمل شوربه ونحب نحط فيهم، فنحب نخليهم غادي بحذايا باش يكونوا قرائب. المهم نصبين حلقه لهنا ناوري ميس، هي تحكي لي ديما كي تروح وهكا كملتها تحكي لي على مغامراتها. نظمت حوستي. سبحان الله كيفاش كانت اللهن وكيفاش ولت. شفتوا كيفاش كانت بكري هذه معبيه بالماعون. كملت نظمت الكل، رجعت كل حاجه لبلاصتها. جوست هذوما بدلت راي رجعتهم حتى هما لبلاصتهم كيف ما كانوا. اما القجر هذا لوطاني حطيت فيه الكيسين عوين، حطيت فيه الكيسين هذوما نستعملوا فيهم يوميا. المهم الحاجات اللي موجوده لهنا كل نستعملوا فيهم يوميا، نستعمل فيهم استعمال يومي معناتها. الوسخنه والماعون هذا زاد حتى هو نستعمل فيه يوميا. هذايا نتاع المغارف حطيته لهنا. كيف ما تعرفوا تو جا وقت الذبان والواحد حب جبته، كنت منحيته خاطرني ما لقيتلوش بلاصه من الاول، ومن بعد قلت علاش انا خلنا جبته. هانم المغارف يبدو مضمونين. كي نغسل الماعون نخليهم يستقطروا اللهنه بالقدا ومن بعد نحطهم في القجره، خاطر انا ما نحطش حتى حاجه معون. علاش انا نحب نسقطر اللهنه الماعون بالقدا، نخليه يستقطر في عقله بالقدا ومن بعد ننظم كل حاجه نحطها في بلاصتها. تاع المغارف عندي ليهم قجر نتاعهم سبيسيال. لصحنا نحطهم اللهنه في البلاصه هذه كل شيء. بورطون هذا القطار راهو فيه هدية معناتها كي يتصفى الماء من فوق يتصفى الماء يهبط اللهنة، اما انا ما نحبش نحط فيه الماعون وهو مبلول. ديما نسقطرو الساعة اللهنة ومن بعد نحطو هكا. هو هذيا لمسة نهائية. حكيت البلاصة هذيك كل خاطر بطبيعتها هذيك ديما فيها الحركة وديما فيها الطش متاع الماعون وكل شيء. هذيك كلها حكيتها هوني تلمع. هذه كل من هنا نظمتها. حكيت الغاز هكا. هذه الفضل من الفطور حطيته غادي لعل ياكلوا منه وكهو كل شيء منظم. هذه هي الكوزينة كملتها. وهكا البنات كمل الفيديو. ما بقى لي كان نقول لكم نتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد. ما تنسونيش بالجامات والكومنتات المزيانه، واستنوني في الفيديو الجاي ان شاء الله. عندي لكم وصفه مزيانه على الاخر. وما بقى لي كان نقول لكم تصبحوا على خير الناس الكل، والى الملتقى ان شاء الله مع فيديو جديد وروتين جديد. تصبحوا على خير الناس الكل.